من الاول بغير ابيض، حطيت غيره ما بين كل طبقتين وبعض وسبتهم ينشفوا خالص. وبعد ما نشفوا لزقت الوش على كل شكل ولونتهم كلهم بالابيض. وجيت اجهز اسود لقيت ما عنديش، فجمعت كل انابيب الاسود اللي عندي وجمعتها في البرطمان ده، وعملت شويه اسود امشي بيهم نفسي كده ولونت بيهم كل التفاصيل. وبعد ما نشفوا اديت لهم وش كمان، ورحت عملت اللون بتاع الوش عشان الون بيه الجزء اللي فوق في الشكلين، وعجبني نوع الالوان ده فاستخدمته هنا كمان، والمفروض ان هو هيدي فينش جامد يعني. فكيت كل التفاصيل، شلت منهم الزيادات، وكده كل حاجه جاهزه للورنيش. اديت لكل حاجه طبقه ورنيش، وبعد ما نشفوا لقيت النتيجه بتاعت اللون الابيض والاسود وحشه جدا. رشيت كل الاجزاء اسود متلك عشان النتيجه اللي فاتت ما كانتش حلوه، وكنت برشه من قريب عشان كان اخر الازازه. ورشيت برضو الاجزاء الابيض تاني عشان الورنيش كان عامل طبقه صفرا عليهم. ودي كده كل حاجه بعد ما اترشت سبتهم لحد ما ينشفوا. وبعد ما نشفوا النتيجه كانت احسن فعلا من الالوان. بعدها لزقت الاجزاء على الماكت وبدات بالشكل الصغير، وكنت بلزق الحاجات الكبيره بمسدس شمع والصغيره بامير. وشكله بدأ يبان شويه بعد ما ركبت كل الاجزاء، وده كده شكله النهائي وعاجبني قوي.